فيديو النهارده هنعمل خلية النحل. معروفة اول ما الشتا بيبدأ نعمل خلية نحل. هقول لكم النهارده ازاي تعملوا خلية النحل بأطرى وأهش عجينة ممكن تجربوها. عجينة سهلة جدا، ناجحة من اول مرة، خفيفة زي القطن، طعمها حلو جدا. تقدروا تعملوها بحشوات مسكرة، حشوات مالحة، زي ما انتوا عايزين. موضوع بسيط وسهل وسريع جدا، فخلونا نبتدي على طول. نبدأ الأول بمكونات العجينة. هنجيب طبق عميق نزود فيه كوباية كاملة من الحليب يكون دافي شوية. زودت عليه حوالي 2.5 معلقة كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ونقلبهم مع بعض كويس. لو مش متأكدين الخميرة بتاعتكم شغالة، ممكن تسيبوا الخليط ده على جنب 5 دقايق 10 دقايق ولا حاجة. لما تعمل فوم على الوش كده يبقى الخميرة شغالة، ونكمل باقي الخطوات عادي. هنحتاج كمان 2 معلقة كبار مليانين من الزبادي، ربع كوباية من الزيت او ربع كوباية من الزبدة او ميكس بينهم. انا عملت ميكس ما بين الاتنين، يعني في المجمل كده الدهون ربع كوباية. زودت كمان 2 معلقة كبار مليانين من اللبن البودرة، وده بيدينا طعم غني بشكل مش طبيعي. لازم تجربوا الاضافة دي، لو مش موجودة تقدروا تستغنوا عنها. بعد كده هنزود الدقيق. هنحتاج تقريبا 3 كوبايات من الدقيق، دي مخبوزات او دقيق متعدد الاستعمالات. انا شخصيا استخدمت دقيق متعدد الاستعمالات. حطيت الاول 3 كوبايات الا ربع كبدايه، وشلت ربع كوبايه على جنب ازودها شويه بشويه كده عشان اظبط قوام العجينه. زودت كمان رشه ملح صغيره جدا، وهبدا بقى ان انا اعجن عجينه. وازود كده من ربع كوبايه اللي انا شايلاه على جنب معلقه بمعلقه لحد ما العجينه تلم معايا. هتبقى عجينه طريه جدا، بتلزق، يعني حاجه بسيطه بس في نفس الوقت طريه. زي ما انتم شايفين كده ملمومه وطريه وما بتلزقش قوي. هدهنها دهنه زيت، وهدهن الطبق كمان دهنه زيت كده، واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي ومظلم تقريبا ساعة، ولو الجو برد قوي ممكن تاخد ساعة ونص، لحد ما حجمها يتضاعف وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده العجينة بتاعتنا جاهزة ان احنا ناخدها ونبدأ بقى نقطعها ونشكلها. على الرخامة او السطح اللي هتشتغلوا عليه رشة دقيق خفيفة كده، وهنبدأ نقسمها لكور تكون حجمها صغير. عايزين وزن كل قطعة عجين تكون صغيرة، لان تعملوا حسابكم ان هي لسه هتخمر، وكمان حجمها يتضاعف في الفرن. بلس ان احنا نحط جواها حشوة، فكل ما كانت اصغر كل ما كانت اشيك واحلى. يعني حتى انا كمان حسيت ان المكعبات بتاعتي او كور العجين بتاعتي كانت كبيرة شوية. يعني لو تعرفوا تعملوها اصغر من كده كمان اعملوا كده. ممكن تقسموها كل نص لنصين، او تستخدموا الميزان، او زي ما انا عملت كده قسمتها لمربعات جنب بعض. اي حاجة، المهم ان هما تقريبا يكونوا قد بعض. حاولت على قد ما اقدر اخلي كل قطعة عجين شكلها مدور وشكلها منتظم نوعا ما كده زي ما انتم شايفين. وطبعا العجينة لازم تكون متغطية طول ما احنا شغالين. نسيبهم يرتاحوا 5 دقايق، ونبتدي باول كورة خالص عملناها ناخدها ونحشيها. اي نوع حشوة بقى موجودة عندكم، اي حاجة انتوا عايزينها تقدروا تعملوها. مكعبات الشوكليت، نوتيلا، مكعبات جبنة كريمي زي كيري والحاجات دي. عايزين تعملوها سادة خالص زي ما انتوا حابين. نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نحط جواها الحشوة سواء جبنة او تشوكلت زي ما انتوا عايزين. ونقفل كويس جدا، لازم تكون مقفولة كويس، ونكورها كده وشكلها يكون منتظم. ونبدأ نرصهم جنب بعض، يكون في مسافات بسيطة قوي بينهم، لان هي كده كده لسه هتخمر تاني وهيلزقوا بقى في بعضيهم. ده شكلهم قبل ما يخمروا مرة كمان. غطيتهم كويس وسبتهم حوالي نص ساعة ياخدوا تخميرة كمان لحد ما حجمهم يتضاعف كده. وبس كده، ده كان شكلهم. قبل ما يدخلوا الفرن على طول بديهم دهنة حليب فريش كده على الوش عشان يديني لون حلو. اديتها كمان كده رشة من السمسم، ودي اختيارية تماما، تقدروا تستغنوا عنها لو حابين. وندخل بقى الصينية دي على فرن يكون متسخن كويس، درجة حرارة 180 في الرف الاولاني من تحت. يعني تكون قريبة من النار من تحت شوية، هي مخبوزات فبتحب تكون قريبة من النار، ما بتاخدش وقت. 20 دقيقة ونتولعوا عليها الشواية من فوق تاخد لون. واول ما تخرج من الفرن نغطيها بفوطة نظيفة، فوطة مطبخ، 5 دقايق ولا حاجة. وبعد كده هتلاقوا أطرى عجينة ممكن تشوفوها في حياتكم. حاجة كده يعني رهيبة بجد، ريحتها طبعا تجنن. كل حاجة بيرفكت. وهي لسه سخنة كده ممكن ترشوا عليها بقى اي حاجة مسكرة لو حابين. لو انتوا عايزين يعني تاخدوا خلية النحل الأصلية، ممكن يبقى عسل، حليب محلى مكثف، تعملوا لها صوص مخصوص. اي حاجة كده مسكرة بقى تدي للصينية دي طعم مسكر شوية، جنب كوباية قهوة بقى او كوباية شاي، وبالهنا والشفا. دي تفاهة ملناش دعوة بيها. تعالوا بقى اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. اولا كده قد ايه واخده لون حلو من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، تحفه.
ثانيا هشة زي القطن بالظبط، حرفيا مش هبالغ، كأنك ماسك قطنة في ايدك كده، خفيفة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ثالثا بجد ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو جدا، انا رشيت عليها شوية عسل كده فسكرها كان مظبوط قوي وكانت بيرفكت. انتوا بقى اعملوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبالحشوات اللي انتوا بتحبوها. انا بصراحة عجبني قوي اللي بالجبنة مع العسل، فكان طعمهم حلو قوي. بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.